السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل والأمل والنشاط والورد والياسمين على أطيب الفلوس في الدنيا. ازيكم عاملين إيه؟ أولا أحب أقدم العزاء لكل أخواتنا في ليبيا والمغرب، ربنا يرحمهم وربنا يجعلهم أصحاب الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين، وربنا يشفي كل مرضاهم والمصابين، آمين يا رب العالمين. والله مش عارفة الواحد يقول إيه. الواحد الصراحة مخنوق جدًا، والصراحة الواحد برضك بيصوّر بالعافية إن ده شغل برضك ولازمًا أصوّر وكده. كلنا أخوات وقلوبنا معاكم، وربنا يصبّركم على فراق الحبايب يا رب. الصراحة أنا شُفت موقف، شاب صغير، ما اعتبرش شاب كمان صغير، اعتبر لسه طفل، يا دوبك عنده 14 سنة، بس ما شاء الله عنده قوة صبر وقوة إيمان، ما شاء الله عليه إيمانه قوي جدًا. هو من المغرب، أمه وأبوه وأخواته وجده اتوفى يا عيني. قعد يومين كان بيدور عليهم تحت الإنقاذ، هو طبعا مع فريق الإنقاذ وكدهِ. فيا عيني شوفوا بقتِ قوة صبره، أمه وأخواته وأبوه وأمه وجده، وطفل لسه يا دوبك عنده 14 سنة، ما شاء الله عليه على قوة إيمانه. وقعد يحكي بقتِ، أنا لقيت أمي في الركن ده، لقيت أبويا في الركن ده. هُم كانوا بيحاولوا يهربوا يا عيني وكدهِ ما لحقوش، فكل واحد لقاه في قدّام. طبعًا العمارة كلّها مهدودة، بس قدّام العمارة كده الأركان يا عيني كده تحت الهدم وكده. باقول لك في الركن ده لقيته هنا، في تحت الطوب والردم هنا. موقف صعب. الفيديو ده انتشر، الناس طبعًا اتفاعلت معاه جامد جدًا، ويعني وحلمه اتحقق. كان حلمه هو وأبوه إنه يوصل في المكان ده، عمره ما يتخيل إنه يوصل في المكان ده أبدًا، ده كان حلم. عمره ما يتخيل إنه يحصل. وسبحان الله ربنا كرمه، وصل للحلم ده. يعني والناس عرفوه، والفيديو وصل لهم والناس عرفوه، وطلبوا من أهله إن هم يتبنوه، هو كان ناوي يعيش مع عمه. فطبعا حلمه بقى اتحقق وخدوه وهيسافر معاهم. بس طبعا محدش بيعوض الأم ولا الأب ولا أي حد، بس ربنا رحيم، ربنا بيهون علينا وربنا هون عليه. ربنا معاه يا رب، وربنا صبر كل الحبايب. المهم كده حبايبي، زي ما انتوا شفت كده كانت زقرودة وقت كانت نايمة وكده فاني نيمتها على الكنبة وكده وروقت الدنيا. يعتبر كده الروتيني كده من الصبح. روقت كده الدنيا وكنست، وانا بقى ده روتين اليوم. اليوم بقى مش كل يوم هنمسح ونعمل وكده ده روتين بقى اليوم كده، مفيش مسح ولا بتاعنا مسح وكده دوبك تنظيف كده على الوش كده حاجة، لا في حاجة بسيطة بتاع بقى كنسة، ترويق اليوم البسيط. وطبعا دلوقتي بقى كان هم كان فطر وكده لميت الأكل وكده مسحت الترابيزة كده نفضت الكراسي وقلت بقى أكنس كده السجادة كده اللي قدام قدام السفرة كده الشقة كده تمام. عنديش بقى حبة المواعين بقى اللي هم بتاع الفطار وحبة بتاع العشاء. الصراحة كنت مخزنة بقى، ما استنيتش المية لما جت بالليل، كنت مخزنة شوية مية، وكان فاضل معايا في مية كانت فاضلة وكده رحت دعكت بقى من حبة المواعين، ولما جت المية كانت جت بالليل بقى مليت المية وكسرت بقى دعك المواعين بتاع العشاء، كنت اخليهم بقى الصبح. وانا الحمد لله بقى لحقت المية قبل ما تروح، هي بتروح بعد الظهر كده، بس الحمد لله بقى لحقتها. هنا كده بخلصت كده الدنيا هنا كده تمام. انا بقى هدخل بقى على المطبخ كده واروق الدنيا كده قبل ما اعمل بقى الغدا. هنا تبقى كده الم بقى كل اللي على الرخامة، وامسح الرخام الاول. دي بقى السجق يا حبايبي، انا مطلعاه بقى يفك كده عشان اعمل بقى بتاع الغدا وكده. وطبعا ما يجي ميعاد الغدا اكون فك. هنعمله طاجن جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. حبة حبة مية كده وحبة صابون كده وهمسحها
مش محتاجة سلك يعني، هي نضيفة كده بس عاوزة لمعة بس كده، بس كده مكان الحاجة. طبعًا هاحوش بقى كل الحاجة كده وامسح تحتيها، عشان أمّا أضغط بقى المواعين أحط المواعين طبعًا يبقى مكانه يبقى تمام. مسحت كده وهارجّع بقى كل حاجة مكانها، وقُلت بقى بالمرّة كده أعطيها على طول كده، أمسح بقى إيه اللي هي المطبخ الأدراج كده وامسحها. طبعًا أحسن حاجة الواحد إيده في الحاجة كده تبقى نضيفة كده أول بأول، أمسحها بقى كلّها، بس هاشطف برضك الفوطة تاني وهارجع إيه أكمّل بقية المسيح، أمسح بالأدراج اللي فوق واللي تحت. أمسحها كلّها كده تبقى الدنيا كده تمام. البوتاجاز بقى مش هادعُكه، أنا دعكاه كده وأنا عملت كده المواعين بتاع بالليل وكده، بادعكه من بالليل مع المواعين. والمطبخ كنت ماسكاه بس قُلت بقى مكان ما مسكت حاجة عملت حاجة قُلت أمسحه برضك، مش هامسح كمان الأرضية يعني تمام، ماسحاها برضك من بالليل. هنا بقى مسحت برضك المطبخ كده من فوق. كده الدنيا بقت زي الفل. وأتمنى يا حبايبي كده ما حدش كده ينسى اللايك، وأتمنى تشاهدوا الفيديو للآخر إن شاء الله هيعجبكم، وهتستفيدوا من الفيديو إن شاء الله. وأتمنى النهارده تكون الإضاءة تبقى كويسة، أنا حاولت أضبّط الإضاءة شوية، يعني أنا شايفة الفيديو يعني الإضاءة مرتفعة شوية عن كل مرة. يا رب أكون كويس معاكم يا رب. أنا بقى هالِم بقى حبّة المواعين دُولة. طبعًا أحسن حاجة إيه الواحد يروّق أول بأول، هي بس أُمّال يا سلام لو كان موجود على طول، قُلت بقى ألحق كده أعملهم. الصراحة الواحد ما بيحبش يعمل الأكل ويكون ما يروّق الدنيا حواليه، يعمل كده بمزاج. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ويديكم كل اللي تتمنوه، وشكرًا على كلامكم الجميل وعلى تشجيعكم، ما اتحرمش منكم أبدًا يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليّا أطيب قلوب في الدنيا. إن الروتين المسائي يعني بيخفف علينا اليوم، يبقى اليوم كده معاكِ سهل. أنا بس كسلت على الحاجات بتاع العشا بس أنا كل مرة يعني باعملهم، يعني الواحد ما بيلقاش بس الحاجات الفطار يعملها، وبابقى عاملة كل حاجة من بالليل بقى، ماسحة الرخامة على الأرضية، يعني المطبخ يعني تنضيف عميق من كل البوتاجاز وكله. بس طبعًا بقى العشا بقى والفطار الرخامة اتبهدلت تاني، بس الأرضية تمام والبوتاجاز لسه زي الفل يعني. طبعًا يعني الحاجة الواحد بيعملها أول بأول يعني بتبقى خفيفة على الواحد. دلوقتي بقى هاعمل بقى كوباية الشاي، ما أعرفش أشرب بقى كوباية الشاي لمّا إيه، أخلّص اللي ورايا، الواحد بقى يشربها كده بروقان كده. عملت كوباية شاي بلبن كده وقُلت بقى وأنا باشرب الكوباية كده في الوقت ده بقى أكون راضية نايمة وكده باستغل الوقت اللي هي نايمة فيه، أعمل بقى شغل القناة، أمنتج الفيديو، أبُص كده على القناة وكده أعمل حاجات كده وأنا قاعدة كده وأنا باشرب الشاي كده، واخلّص بقى شغل القناة، ولمّا ييجي بقى ميعاد الغدا بقى هاعمل الأكل. دلوقتي كده يا حبايبي كده جبت غسلت بقى الخضار، فلفل بقى على بصل، على التوم، وأقطّعهم كده كلّه كده صغيّر، يعني تقطيع الحبّاية، بس أنا باحب أقطّعها صغيّر بقى كلّه كده صغيّر مع بعضيه، عاوزة تقطّعي جوانح كده زي ما أنتِ حابة. هي الأكلة سهلة، هي عبارة بس نقطّع الخضروات وخلاص سهل، ما تاخدش معاك وقت، بس باعملها أنا بطريقة جميلة، طريقة طاجن كده جميلة جدًا هتعجبِك إن شاء الله. أنا باحب أقطّع بقى البصل لإن عندي في أولاد ما بيحبوش البصل، في اللي بيحب البصل وفي اللي ما بيحبش، فأنا دايمًا كده باقطّعه صغيّر كده عشان إيه، ما يبانش في الأكل وياكلوه كده، عارفين البصل وفوايده الجميلة. بس الصراحة الخضروات دي في الطاجن أحلى من السجق كمان، يعني الخضروات البهاريز بتاع السجق بتطلع بقى على الخضروات دي بتدّيها طعم رهيب.
كنت تاكليها كده تعمليها سندوتشات أو تغمزيها أو تعملي جنبها رز أو تعملي جنبها مكرونة. أنا الصراحة من جنبيها حبة رز، هما بيحبوا الرز. قطعت كده الخضروات وقطعت بقى كده حبة التوم وأقطع معاها بطاطس. بطاطس بقى في الطواجن حاجة رهيبة، يعني عاملة زي الإسفنجة كده بتشفط. فتلقى البطاطس دي بتشفط، تبقى شبعانة بقى من البهاريز والحاجات الجميلة دي. بتبقى طعمها جميل. ويعني بتليق، والبطاطس دايما بتليق في أي طاجن، فجميلة جدا وكمان بتاخدش ياها معاكي سوا. فأقطع البطاطس، بس لما أقطع بقى السجق الأول وبعد كده أقطع بقى البطاطس. والبطاطس أقطعها صغير عشان تستوي على طول. وممكن انت تحمريها، أنا أساسا مش هحمرها، أنا الصراحة أحطها كده. ممكن انت تحمريها أو تحبي تحطيها زي ما هي كده، دي خضرة زي ما هي، زي ما أنا هعملها زي ما انت حابة. وأنا الصراحة في السجق ما بحطش توابل، يعني السجق انت عارفينه كله توابل، فبستكفى بالتوابل بتاع السجق. الصراحة كتر التوابل بيضيع طعم الحاجة. ففي العدل كده بيبقى حلو، فمش هحط بقى كفاية التوابل اللي في السجق. ده بقى انا هحط له الملح بس. انا بقى هقشر بحبة البطاطس وحطيت له حبة مية، وطبعا لسه اغسلها تاني. بس حطيت حبة مية كده عم اقطعهم عشان تصفرش مني. واقطعهم صغير زي ما قلت لكم كده، مربعات صغيرة عشان تستوي معايا على طول. بس انا برضك احط لهم كده وانا بسويها احط لها حوالي ربع كوباية مية برضك احتياطي عشان تستوي معايا اكتر يعني، واحسن. قطعته بقى كله كده صغير. دلوقتي كده انا حطيت سمنة على زيت. وحطيت كده البصل، سبت بقى يدبل معايا. ونزلت كده لما تبل معايا نزلت بقى بالفلفل. وانزل بقى بالبطاطس. واحط لها الثوم. وانا حطيت كمان الملح. واحط لها ربع كوبايه ميه بس كده زي ما قلت لكم، كوبايه الشاي الصغيره دي. واسيبها بقى لما تشرب الميه دي كلها وتستوي معايا. ما كترش الميه، انتوا عارفين البطاطس ما بتاخدش السوا، بس انا حطيتها احتياطي عشان تستوي معايا معناها احسن وكده. استوت معايا بقى تمام. احط بقى السجق طبعا حطيته على الاخر خالص، ما بياخدش وقت في الطيبه. ده بقى لونه يدبل كده لونه يبقى قصدي تغير كده. وتبقى تلاقيها استوت معاكي، مياخدش معاكي دقيقتين. ايه رأيكم في الجمال؟ أكلة شعبية جميلة جدا، وأتمنى تكون طريقتي تكون عجبتكم. وأترككم في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة.